أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. أهلا بك عزيز الطالب. لماذا نتعلم يا شباب؟ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، لنرضي الله سبحانه وتعالى. هنشوف مع بعض الاختبار المقنن الجزء الأول، أسئلة الاختيار من متعدد. زي ما اتفقنا، اشترك معايا الأول، جاوب، قول إجابتك، افتح كتابك، امسك ورقة وقلم وابدأ جاوب. وبعد ما تجاوب شوف الإجابة الصحيحة اللي احنا هنشوفها مع بعضنا، بحيث ان انت تستفيد ان شاء الله. السؤال الأول: ما المعدن الأكثر شيوعا على سطح الأرض؟ جاوب كده يلا. ما المعدن الأكثر شيوعا على سطح الأرض؟ شوف الاختيارات. ألف بيقول ايه؟ الكوارتز، ولا رقم باء؟ اقرأ يلا، بسم الله. ولا رقم جيم، ولا رقم دال؟ أحسنت جزاك الله خيرا. الإجابة رقم جيم. يبقى المعدن الأكثر شيوعا على سطح الأرض الفلسبار. تمام. رقم ايه؟ رقم جيم. نشوف السؤال الثاني. يلا اقرأ. ما المادة الصلبة التي تتكون من أنماط متكررة من الذرات؟ ألف. ألف بتقول إيه؟ يلا. رقم باء. طب رقم جيم، رقم دال. القلم والورقة معاك، يلا جاوب يلا. البلورة، ولا الحجر الثمين، ولا الخام، ولا الصخر؟ رقم 2. السؤال الثاني. شوف بيقول لك ايه؟ انماط متكرره من الذرات. يبقى مين يا شباب؟ البلورة. تمام. نيجي للسؤال رقم 3. ما الذي يغير الرسوبيات الى صخر رسوبي؟ صخر رسوبي. تجوية وتعرية، ولا حرارة وضغط، ولا تراص وتماسك، ولا انصهار؟ ركزوا يا شباب يلا. تمام، التراص والتماسك. السؤال الرابع. ما نوع الصخور التي تتشكل عندما تبرد الصهارة؟ نوع الصخور التي تتشكل عندما تبرد الصهارة. اقرأ يلا، شوف كده القراءة. رسوبية، ولا كيميائية، ولا متحولة، ولا نارية؟ طالما صهارة يبقى أحسنت، النارية. السؤال رقم 4 الاختياري رقم د. نشوف السؤال الخامس. رسم لي شكلين، بيقول لي استخدم الرسمين التاليين للإجابة عن السؤال رقم 5 والسؤال رقم 6. ركز الأول كده في الشكل. عامل لي على المحور الرأسي، بص معايا في السهم كده، الضغط، وعلى المحور الأفقي تمام العمق. هنا عامل لي على الرأسي درجة الحرارة، وهنا عامل لي على الأفقي العمق. هنا بيقول لي تغير الضغط مع العمق، هنا تغير درجة الحرارة مع العمق. نشوف السؤال الخامس يقول ايه؟ ماذا يحدث للضغط عند الانتقال من باطن الأرض إلى سطحها؟ ماذا يحدث للضغط؟ هنشوف الضغط والعمق. بيقول لي ينقص ثم يزداد. رقم جيم يزداد. رقم دال يزداد ثم ينقص. ماذا يحدث للضغط عند الانتقال من باطن الأرض إلى سطحها؟ أحسنتم يا شباب. ركز كده في الشكل، أو أنت ادرسها في راسك كده وفكر فيها. هتجد إن الضغط عند الانتقال من باطن الأرض إلى سطحها ينقص الضغط، ينقص الضغط. رقم 6. ماذا يحدث لدرجة الحرارة عند الانتقال إلى باطن الأرض؟ الانتقال إلى باطن الأرض، هتنزل في باطن الأرض، يبقى درجة الحرارة تنقص، ولا تنقص ثم تزداد، ولا تزداد ثم تنقص؟ أحسنتم يا شباب، درجة الحرارة تزداد. تعال نشوف السؤال رقم 7. رقم 7 يلا اقرأ اهي معايا يلا يا شباب. تفاعل كده. ما نوع الجبال التي تتكون عندما تؤثر قوى الشد
في الصفائح الأرضية في اتجاهين متعاكسين. وعندك الصور واضحة في الكتاب. ألف كتل متصدعة، باء مطوية، جيم ناهضة، دال بركانية. اتجاه متعاكسين، سمعك يلا ما شاء الله. تمام، الكتل المتصدعة. تمام. رقم 8. أي مما يلي يعد مثالا على التجوية الميكانيكية؟ تجوية ميكانيكية، زحف ولا إسفنج جليدي ولا أكسدة ولا انزلاق؟ يلا فين الطلاب المجتهدين يا شباب؟ أحسنت، الأكسدة. طيب تعالى نشوف السؤال رقم 9. أي مما يلي يعد خليطا من صخور تعرضت للتجوية ومواد عضوية وهواء؟ أي مما يلي يعد خليطا من صخور تعرضت للتجوية ومواد عضوية وهواء. خليط، يلا، خليط من صخور تعرضت للتجوية ومواد عضوية وهواء. أحسنتم يا شباب، ده تعريف مين؟ التربة. السؤال العاشر. ما الاسم العلمي الذي يطلق على كتلة مؤلفة من رسوبيات وماء عندما تتحرك على هيئة عجينة إلى أسفل تل؟ زحف، انزلاق صخور، تدفق طيني، تعرية. رسوبيات على هيئة عجينة إلى أسفل تل، يبقى التدفق الطيني. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.